ماذا عن شيطانك دكتور يوسف؟ والله هي دي فيها حديث. اه لكل امرئ شيطانه، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. ودي اللي بنيت عليها فكرة رواية عزازيل، ومذكور الحديث في بداية الرواية. نعم. وبمناسبة برضه عزازيل وكلمة الترحيب بتاعكم، إنه ده أنا لقيت حاجة تضحك النهاردة. جريدة من الجرايد دي كاتبة 7 اتهامات تطارد فلان عليا. ايوه. منهم بقى أي كلام طبعا. اتفق الأزهر والكنيسة على تكفير يوسف زيدان. قلت الله، هي الكنيسة كمان هتكفر؟ دخلت. وبعدين هو فين الأزهر؟ المهم الدنيا كانت هايصة هنا بسبب برضه الصخب ده. في نفس الوقت اللي البابا شنودة نفسه كان على اتصال بيا ويقول لي يا دكتور هدي بقى شوية. أقول له والله يا قداسة البابا أنا ما بردش. ده الايام دي؟ لا أيامها زمان. كان البابا شنودة. اه أول حاجة عملها البابا تردس لما مسكت شهرين 3 أهداني درع القديس مرقس. وعندي في البيت إن شاء الله لما تيجي تزورني كده تلاقي الدرعين. درع القديس مرقس بتاع الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي كنيسة الروم، نعم. ده طبعا فخم قوي بقى كده ودرع الكنيسة القبطية. بابا روما نفسه رأس المسيحية في العالم لما ترجمت الرواية للإيطالي فبقت بيست سيلر وعملت دوشة هنا يعني. نعم. بس مش دوشة من بتوعنا، ايوه، دوشة ناس فرحانة بنص أدبي. وسألوا البابا طب يعني الرواية، قال لهم والله أنا ما قريتهاش بس أنا طلبت من مستشاريني من الكاردينالات اللي هم تحت البابا يعني يقروها ويقدموا لي تقرير، وقالوا إنها رواية ضد العنف وفي صف المسيحية. 30 لغة عزازيل بتقرأ بها في العالم، معظمه عالم مسيحي وعادي. وهنا بس الصحفي، طبعا انت عارف الصحافه شغاله ازاي دلوقتي وبالذات بعضها نعم للاسف. بعض المواقع اللي هو يجيبوا الولاد ويقول له لازم كل يوم 20 خبر عشان وبيعمل ترافيك قد ايه، فاعمل العنوان كاذب وتلاقي العنوان من بعض. مضلل والنقل مختلف خلاص؟ وكله بياخد من بعض.